ده ان شاء الله في الفيديو القصير ده ان شاء الله هحاول اديك مجموعه بدائل تستخدمها بدل كلمه نايس. بس قبل ما اديك البدائل دي خليني اقول لك الاول هي ايه مشكله كلمه نايس في اللغه الانجليزيه. كلمه نايس كلمه حلوه، كلمه جميله، يعني مش هقول لك اوعى تقول نايس اوعى تقول نايس والكلام ده، لكن الكلمه دي في الغالب المتحدث الاصلي هياخدها منك على ان هي بتظهر اهتمام اقل باللي انت بتوصفه بانه نايس. يعني لو كان بيوريك حاجه او بيتكلم معاك بحاجه وانت قلت له عليها نايس، في الغالب هيفهم من كده ان انت مش مهتم بالموضوع قوي. فهي دي مشكله كلمه نايس، ان هي كلمه less expressive less descriptive، كلمه مش معبره، كلمه ما بتوصلش الاحساس اللي انت عايز توصله. فهي دي مشكلتها. يعني انا اصلا فكرت في الفيديو ده ليه؟ انا فكرت في الفيديو ده لان انا قبل كده كنت منزل فيديو، فلقيت حد في الكومنتس راح كتب لي نايس وعمل لي كده. طبعا انا اولا بشكره اصلا ان هو فكر اصلا يسيب لي تعليق، لكن للوهله الاولى لما شفت الكلمه ما حبيتهاش. ليه؟ لان انا عارف ان الكلمه دي مش قويه. لكن طبعا انا فاهم ان احنا كعرب احنا عارفين ان في حاجه اسمها جود يعني كويس، وفي حاجه اسمها نايس يعني كويس جدا، فبالتالي الراجل حب يزود كمان ويقول لي حاجه يعني كويس جدا. لكن زي ما قلت لك مش دي الطريقه اللي بيستقبل بيها المتحدث الاصلي كلمه نايس، وعشان كده ان شاء الله النهارده هحاول اديك مجموعه بدائل لكلمه نايس. بس خلينا الاول اقول لك ان في نوعين من البدائل. في بدائل ممكن تستخدمها زي نايس بالظبط. يعني ايه؟ يعني بدائل ممكن تستخدمها مع كل حاجه، مع حاجات كتير قوي، ومش بتوصف الشيء نفسه، انت بس بتقول عليه ان هو حلو. فمثلا ممكن توصف شيء بان هو awesome، يعني مثلا رائع، awesome رائع. او ممكن توصف شيء بان هو amazing مدهش. او ممكن توصف شيء بان هو interesting مثير للاهتمام interesting. بس ركز مع interesting ان انت تقول it's very interesting، يعني حاول دايما تحط very قبلها و it's علشان برضو ممكن تتفهم زي nice. ممكن برضو توصف شيء بان هو fabulous wonderful. كل دي كلمات ممكن توصف بيه تستخدمها بدل كلمة ناس، بس احنا هنعتبر ان دي intermediate level. لكن الكلمات المور ادفانسد او الكلمات المتقدمة هديك مجموعة ان شاء الله النهاردة انا بعتبر ان هم كلمات متقدمة، وانا عامة بستخدمهم كتير لان هم كلمات ليهم معاني قوية. فاول حاجة خلينا نبدأ باول كلمة معانا وهي كلمة captivating. captivating دي معناها آثر او آخذ، ودي كلمة قوية جدا توصف بيها شيء يعني ايه آثر، شيء آخذ، شيء استحوذ عليك، شيء خلاك تفكر فيه قوي، فممكن تقول عليه آثر. فمثلا ممكن أنا أوصف صوت أدل إن هو آثر، فأقول أدل has a captivating voice، يعني عندها صوت آثر. أدل has a captivating voice. أو ممكن مثلا أوصف فيلم the movie was captivating مثلا. أو ممكن أوصف مشهد، أوصف حاجة إن هي آثرة، لكن حاجة بتكون فعلا استحوذت عليا. ممكن اوصف حاجة تاني بان هي inspiring، ودي تاني كلمة معانا inspiring يعني ملهم، ودي بتستخدمها مع الحاجات اللي بتديك فكرة، اللي بتشجعك تعمل شيء. مختلفة شوية عن كلمة encouraging برضو كلمة كويسة، لكن دي معناها مشجع. ففي فرق بسيط جدا بين ان شيء يبقى ملهم بالنسبة لك inspiring، وفي فرق بين ان شيء يبقى encouraging. لو شيء inspiring يعني بيلهمك بفكرة، بيشجعك. يعني مثلا اقول his story was inspiring، يعني هو قصة كفاحه كانت ملهمة. his story was inspiring يعني قصته كانت ملهمة بالنسبة لي. لكن مثلا ممكن اقول his speech was encouraging، خطابه كان مشجع. his speech was encouraging يعني خطابه كان مشجع. فدول برضو كلمتين حلوين جدا ومتقدمين، كلمة encouraging يعني مشجع، وكلمة inspiring يعني ملهم. ممكن توصف ايه تاني؟ ممكن تستخدم كلمة زي evocative. كلمة evocative برضو كلمة جميلة جدا لو انت بتتكلم عن شيء بيحرك مشاعر جواك او بيستدعي ذكريات من الماضي، فممكن تستخدم كلمة evocative. فانا ممكن اقول مثلا the music was evocative، this music is evocative، الموسيقى دي محركة للمشاعر، خلتني استدعي ذكريات، فهقول this music is evocative يعني محركة للمشاعر. ممكن برضو تستخدمها مع صورة، تستخدمها مع كتاب، تستخدمها مع خطاب، بس شيء بيخليك تستدعي ذكريات من الماضي فبيبقى evocative. ممكن برضو تستخدم ايه تاني؟ مع الاكل طبعا خطر جدا ان انت تستخدم كلمة نايس. يعني في الغالب لو انت قلت لي على اكل نايس هفهم ان هو ما عجبكش، ده في الغالب يعني في مواقف كتير جدا. فبالتالي ممكن استخدم كلمات زي تيستي يعني ليه طعم حلو، ليه طعم جميل. او ممكن تستخدم delicious يعني
لذيذ. لكن الكلمتين دول لو انا عايز اوصف الاكل بعد ما اكلته او طعمه، لكن لو انا عايز اوصف شكل الاكل من بره او عايز اوصف ريحة الاكل من بره، فدي استخدم لها كلمة تانية اسمها appetizing. appetizing يعني فاتح للشهية. فانا ممكن مثلا اقول the aroma of the soup was appetizing، يعني ريحة الشوربة كانت فاتحة للشهية. the aroma of the soup was appetizing يعني كانت فاتحة للشهية. فappetizing دي بتوصف الشكل من بره، لكن delicious وتيستي بيوصفوا الاكل كطعم. ممكن كلمة تانية تستخدمها بدل كلمة نايس لو انت حابب توصف مثلا شخصية او حابب توصف مظهر خارجي، فهتقول عليها charming. charming يعني ذو بريق او ذو لمعان. ممكن مثلا اقول she has a charming smile. she has a charming smile يعني عندها ابتسامة لامعة او ذات بريق. ممكن اقول برضو اوصف بها شخصية، فاقول مثلا he has a charming personality. he has a charming personality يعني هو عنده شخصية ذات بريق وذات لمعان ذات حضور. دول برضو كلمات جميلة ممكن تستخدمها بدل كلمة نايس. ممكن برضو تستخدم كلمة زي stunning. stunning يعني مذهل. يعني مثلا تخيل ان حد مثلا، خلينا نقول واحدة مثلا جابت فستان جديد وعملت ميك اب وتصورت وراحت موريك الصورة، ورحت انت قلت لها you look nice. طبعا انت كده قعدتها في مستشفى الامراض النفسية سنة. بكلمة you look nice دي انت قعدتها في مستشفى الامراض النفسية. ليه؟ لان هي كلمة غير معبرة، كلمة معناها ان انت مش مهتم اطلاقا بالصورة اللي هي وريتها لك او بالفستان اللي هي لابساها والحاجات دي. لكن لو انت مثلا قلت لها you look stunning in this dress. you look stunning in this dress يعني انت تبدين مذهلة في هذا الفستان. فطبعا كلمة stunning يعني مذهل، ودي كلمة قوية جدا برضو تستخدمها بدل كلمة نايس. كل دي كلمات ممكن تستخدمها بدل كلمة نايس. طبعا الصفات لا تنتهي، يعني انت هتدور على صفات، كل صفات كتير جدا. لكن الفكرة المهمة ان انت تتعود نفسك ان انت ما تحاولش تستخدم الكلمات اللي هي in general العام. يعني ما تستخدمش كلمات زي bad good nice الكلمات دي. لا، حاول دايما في اللغة الانجليزية ان انت تبقى معبر اكتر، ان انت تستخدم كلمات بتعبر اكتر عن الوصف الدقيق للشيء او الاحساس الدقيق اللي انت حاسس بيه. لان هم عكسنا، هم بيستخدموا الكلمات دي بعكسنا. يعني انا مثلا لو سألتك وقلت لك امتى اخر مرة سمعت فيها حد بيوصف حاجة ان هي ملهمة، ممكن في حياتك كلها ما تكونش سمعت الكلمة دي من شخص صديق ليك 5-6 مرات. بتقراها في كتاب، ممكن تسمعها في تلفزيون، لكن كحياة عادية صعب جدا ان انت تلاقي حد بيقول لك مثلا ده شيء ملهم، شيء آثر، شيء مذهل. لكن هم في اللغة الانجليزية عكسنا، هم بيستخدموا لغتهم لان هم ما عندهمش حاجة زي العامية قوي عندنا. اتمنى ان شاء الله اشوفكم فيديوهات تانية على خير، واصل ويجود زي جين. سي يو باي.